اهلا بيكم في الفيديو الرابع من سلسله شرح سيستم مالي. الحلقه اللي فاتت احنا طبعنا البوالص وحضرنا الاوردرات وسلمناها لمندوب شركه الشحن. الطبيعي في الاي كوميرس ان الكابوس بيبدا من اللحظه دي، تتبع الاوردرات ومحاسبه شركه الشحن والفلوس اللي بتتصرف في النص من غير ما تحس. عشان كده موديول الشحن في مالي متصمم عشان يكون ابسط واجهه ممكن تشوفها، بس جواه اعقد عمليات محاسبه بتتم في الباك اند عشان تضمن ان مفيش مليم واحد بيضيع عليك. أول ما بتفتح الموديول بيقابلك واجهة رايقة جدا متقسمة ل3 تابات: التحصيل، كشف الحساب، والتحليلات. وفوق عندك 4 مؤشرات بتلخص لك موقفك المالي مع الشركة دي في ثانية واحدة: عدد الأوردرات اللي معاهم، قيمة الفلوس المعلقة، السلف أو العهدة، والصافي المستحق ليك بعد خصم السلف. أول خطوة بتعملها إنك بتضيف اسم شركة الشحن، وليكن مثلا اسم الشركة إسلام. بمجرد ما تختار الشركة، السيستم بيفرش لك في شاشة التحصيلات كل الأوردرات اللي في عهدتهم بالكود واسم العميل والمحافظة والإجمالي والصافي بعد خصم مصاريف الشحن اللي المودريتور دخلتها. والجميل إنك تقدر تعدل مصاريف الشحن دي من هنا لو حصلت أي مشكلة أو تفاوض مع المندوب. تعالوا بقى نغوص في أوجاع التقفيل والمحاسبة. الاوردرات اللي حالتها خلصت بنعلم عليها، وجنبها هتلاقي فلتر خطير بيجيب لك الاوردرات اللي بقالها اكتر من 7 ايام مع الشركة، وده طبعا علشان تلحق تتابعها. عندنا بقى 5 حالات نقدر نقفل بيهم اي اوردر. الحالة الاولى مسلم، ودي الحالة المثالية ان الاوردر وصل بالكامل. الحالة التانية ودي اللي بتعمل كوارث في اي سيستم تاني: مسلم جزئي. العميل طلب 3 قطع، استلم قطعتين ورفض قطعة. انت بتختار مسلم جزئي وتكتب ان العميل استلم قطعتين، السيستم اوتوماتيك بيضربهم في سعر البيع وبيحسب لك الصافي، وتقدر تعدل السعر لو كان في عرض. طب القطعة اللي رجعت دي راحت فين؟ السيستم بذكاء شديد ما بيرجعهاش على الرف عشان ما تتباعش وهي متوسخة او متقطعة. السيستم بيرميها تلقائيا على العزل في المخزن علشان تتفحص الاول، زي ما قلنا الفيديو الاول، ارجع له عشان لو مش فاهم. الحالة الثالثة مرتجع، وده لو العميل رفض الاوردر هتختار مرتجع. هنا بيفتح لك حقل الاضافي لو كتبت فيه اي مبلغ شحن على الراسل، يعني غرامة انت دفعتها لشركة الشحن، وبيروح يسمع فورا في الداشبورد في كارت خسائر المرتجعات عشان تبقى عارف النزيف جاي منين. لو سبته صفر يبقى مرتجع عادي، وفي الحالتين البضاعة بترجع على العزل. الحالة الرابعة والخامسة تالف وملغي. لو الاوردر رجع تالف بتسجله تالف علشان يقيس اداء شركة الشحن، ولو الشركة دفعت لك تعويض بتكتبه في حقل الاضافي، ولو الاوردر اتلغى من العميل بعد ما اتشحن بتسجله ملغي علشان ما تظلمش شركة الشحن في تقارير نسبة التسليم بتاعتها. وتركة سريعة في حالة الاستبدال: السيستم بيطلع لك رسالة تأكيد يسألك هو انت استلمت القطعة القديمة المستبدلة ولا لا. لو ما استلمتهاش كلها بتكتب استلمت كام، والباقي السيستم بيعتبره مفقود وبيرميه في التوالف اوتوماتيك علشان يظبط جردك. خلصنا حالات الاوردرات، يلا بقى نحاسب. بتدوس على تسوية وتحصيل، السيستم بيطلع لك ملخص سريع بيقول لك المفروض تستلم كام في الصافي. الرقم ده قابل للتعديل، يعني لو حسابك 10000 والشركة حولت لك 11000 بتكتب انك استلمت 11000، والسيستم اوتوماتيك بياخد ال1000 الزيادة دي ويرحلها كسلفة او مديونية على الشركة للشحنة الجاية من غير ما تلخبط حساباتك. وقبل ما تدوس حفظ بتقدر تحدد تاريخ تسليم موحد لكل الاوردرات دي بضغطة واحدة. وقبل الحفظ النهائي السيستم بيسألك عايز تقرير اكسل بايه، تقدر تقول له نزل لي تقرير بالاوردرات الاقدم من 14 يوم. الاكسل اللي بينزل ده متقسم 3 تابات: تفاصيل اللي اتحسبت عليه دلوقتي، تفاصيل الاوردرات المعلقة، والاوردرات المتأخرة. الملف ده هو الدرع بتاعك. لو شركة الشحن قالت لك احنا حاسبناك على الاوردر ده قبل كده بتطلع لهم الاكسلات دي وتثبت حقك. انت دايما معاك مستنداتك مع مالي. ندخل على التابة التانية: كشف الحساب. دي المراية اللي بتجيب لك كل العمليات اللي تمت مع شركة الشحن. تقدر من هنا تسجل سلفة جديدة اديتها للشركة، او لو الشركة هي اللي مديونة ليك بتسجلها بالسالب، وتقدر تسدد اي مديونيات قديمة. بتكتب الجزء اللي اندفع والسيستم بيعمل مقصة ويرحل الباقي في مديونية جديدة. ونختم طبعا بتابة التحليلات، عينك اللي بتراقب اداء الشركات. بتشوف نسبة التسليم الإجمالية وتقسيمة الحالات كام في المية تسلم،
كام في المية مرتجع، كام في المية تالف، وده طبعا بعد استبعاد الاوردرات اللي لسه قيد التوصيل. واهم مؤشرين هنا بيغيروا قراراتك كصاحب بيزنس: الاول متوسط ايام التوصيل حسب المحافظه علشان تعرف الشركه دي سريعه فين وبطيئه فين، والتاني افضل المحافظات بناء على نسبه المسلم. وهنا السيستم مش بيقيس بالعدد، لا ده بيقيس بالنسبه. يعني مش عشان القاهره طلبت 100 اوردر ورجعت 25 تبقى هي الاسوأ، نسبه نجاحها 75%. لو محافظه تانية طلبت 5 ورجعت 4 يبقى نسبه المرتجع 80%. السيستم بيرتب لك المحافظات ترتيب حقيقي بناء على نسبة التسليم علشان تعرف توجه إعلاناتك صح. موديول الشحن بيقفل دايره الفلوس وبيربط كل الموديولات ببعض. الفيديو الجاي بقى هنرجع لنقطه البدايه، الشاشه اللي المودريتور بيقضي عليها يومه كله، والاساس اللي بيتبني عليه كل اللي فات ده، موديول ادخال الاوردرات.